جدو يا جدو يا جدو، انا بحبك يا جدو. حبيبي يا ابن الكلب. عامل ايه يا جدو؟ وحشني يا جدو. الحمد لله بخير يا ابني. انا عايز اخطب يا جدو وبابا مش راضي. والله كبرت يا حنبوكشة وعايز تخطب. ما انا كبير يا جدو وانا صغير. انت عارف يا ولدي، زمان كان كل حاجة رخيصة. انت عارف انا جوزت ستك بحمل تبني يا ولدي. حمل تبني يا جدو. حمل تبني ايه بس يا جدو؟ زي ما بقولك كده بالظبط يا ابني. دلوقتي عشان تروح تخطب يا ابني محتاج شبكة ب25,000، ودهب ب200,000، وكتب كتاب ب5,000، وصندوق تحيا مصر 30,000، غير الفرح يا ابني. الفرح يصرف له 200,000، غير الشقة يا ابني تصرف لها 500,000 عشان تتجوز. بس يا ابني في الأيام اللي احنا فيها دي عايز 1,000,000 جنيه مكفولة. يا خرابي يا جدو، انا على كده يا جدو عشان اتجوز معايا 50 سنة يا جدو. ربنا يكرمك يا ولدي يا حبيبي، وربنا يوفقك كده. بس مين هي اللي هتخطبها؟ مين البنت اللي قلبها حبك؟ مين البنت اللي قدرت تسيطر على مشاعرك؟ بنت عمي يا جدو. يا ترى مين هي يا ابني؟ يا ترى سعاد بنت عمك خالد؟ لا يا جدو، بس فكر شوية. بنت عمك حسين سعدية؟ ايوه يا جدو هي. زين ما اخترت يا ولدي، زين ما اخترت. تربية واخلاق وتعليم وكل حاجة يا ابني. ربنا يحببكم ببعض، وربنا يكملكم على خير كده ان شاء الله. وانا هيجي ابوك دلوقتي وهفتحه في الموضوع، واللي فيه خير اقدمه ربنا ان شاء الله يا ابني. ربنا يفرحك يا رب. شكرا يا جدو، ربنا يبارك لنا فيك يا رب. وتروح الحج يا جدو، وتاخد ست وتروح يا جدو. يا عيال يا ولاد الكلب، كبرتوا عايزين تخطبوا يا ولاد الكلب. السلام عليكم يا بابا. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. عايز حاجة يا بابا؟ انا اخش اريح شوية عشان لسه جاي من الشغل وتعبان. ربنا يساعدك يا ابني يا حبيبي، بس كنت عايزك في موضوع بس. تعال اقعد هنا جنبي شوية. اتفضل يا بابا. الواد حنبوكشة جالي وعايز يخطب. يخطب ايه يا بابا؟ ده لسه عيل يا بابا. اخطب له يا ولدي، خليه يشوف مصلحته. طول ما هو كده هتلاقيه فاشل. اما لما يخطب هيمسك نفسه وهيروح يشتغل، ومش هيضيع ربع جنيه وهيحافظ على نفسه. حاضر يا بابا. يا ترى عايز يخطب مين يا بابا؟ احلى واحدة في العيلة يا حبيبي. مين هي يعني يا بابا؟ مين هي؟ سعدية بنت عمو حسين، أدب وأخلاق وتربية، والبنت متعلمة، مش هنلاقي أحسن منها يعني، ودي بنتنا. ماشي يا بابا، على خيرة الله. اللي انت شايفه صح يا بابا نعمله. حاضر حاضر يا بابا. انت هتعوز حاجة دلوقتي؟ انا اخش اريح شوية عشان لسه جاي تعبان من الشغل، واللي فيه خير يقدمه ربنا يا بابا. ازيك يا سعدية يا حبيبتي؟ ازيك يا حموكسة يا حبيبي، عامل ايه؟ بخير والله، بخير. ده انا فرحان قوي 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 النهارده. يا ترى فرحان ليه؟ انا النهارده قلت لجده ان انا عايزه اخطبك، ووافق وقال لبابا، وبابا كمان وافق. بجد يا حبيبي انا فرحانه قوي. طب يا ترى بقى هتيجوا امتى؟ مش عارف والله، بس جد وبابا قالوا قريب جدا يعني، خير باذن الله. بس انا فرحان قوي، هموت من الخضه وهموت من النطه وهموت من كل حاجه.
وانا هنتظركم في اي وقت يا حبيبي علشان اقول لبابا وماما اللي انتوا هتيجوا تتقدموا لي، ويا رب يا حبيبي يوافقوا. يا رب يا حبيبي، يا رب يا قلبي، يا رب يا روحي، يا سعدية، يا حبيبتي يا سعدية. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ واقفين هنا يعني؟ لا يا جد، انا كنت ماشي ولقيتها واقفة وقفت اسلم عليها يا جد. انت برضو واقف تسلم عليها انت؟ يا واد يا خبيث انت، بلاش اللوم ده معايا. ابدا ابدا يا جد يا حبيبي، احنا واقفين عادي اهو. المهم بس يا جد، ما علينا من الحوار ده، انت عامل ايه يا حبيبي؟ قولي طمني عليك. بخير والله يا بنتي، وربنا يفرحك كده ويكرمك عشان انت بنت اصيلة وابوك اصيل وامك اصيلة، ربنا يبارك لكم. ماشي يا جد، انا ماشية سلام. بقول لك يا دي حنبوكش، احنا النهاردة بإذن الله كده الساعة 8 بالليل هنروح نخطب لك يا عم سعدية. بجد 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 يا جدو؟ بجد يا حبيبي، ربنا يفرحك كده ويكرمك ان شاء الله، وهي البنت سعدية مش هتلاقي احسن منك يا حبيبي. نورتونا نورتونا وكترتونا، يا مرحبا يا عمي، نورتنا يا عمي. البيت منور بأصحابه. النهاردة جايين نطلب القرب في بنتك لابننا حنبوكشة. ده شيء يشرفني يا عمي، والله ده شيء يشرفني. انا هنلقى احسن منك يا عمي، ومن ابن واد عمي حنبوكشة الصعيدي حبيبنا. يا رب بابا يوافق، يا رب يا رب، انا مبسوطة قوي مبسوطة قوي. طلباتك يا حسين. هو احنا بينا طلبات يا عمي؟ انت بنتنا والولد ولدنا. ده جواز يا حسين، مش لعب عيال. بص يا عم، انا بنتي مهرها ما يقلش عن 500,000، غير العشاء عليكم والستاير عليكم والسجاد عليكم. موافقين يا عمي؟ ماشي. مش موافقين يا عمي؟ انا ما هقدرش. ليه يا ابني كده؟ واحنا واخدين مين يا ابني؟ احنا واخدين مين يا ابني عشان يبقى كده؟ ده احنا مش غرب يا حبيبي، ده احنا في بعضينا مش كده. ماشي يا حسين، كل حاجة اسمه ونصيب، ربنا يفرح بنتكم وربنا يكرمكم. السلام عليكم، احنا عايزين حاجة؟ احنا ماشيين. يا بقى كده يا عم حسين؟ طب حاضر، وانا مش هسيبها، محدش هياخدها غيري يا عم حسين. سلام يا سعدية، سلام. ماشي يا بابا، هي بقت كده يعني؟ طب انا عايز بقى، انا مش هتجوز غيره، واللي تعمله تعمله. ربنا يسامحك يا بابا، ربنا يسامحك. خش جوه، ما اسمعش صوت امك ده، خش. حاضر يا بابا. ماشي يا بابا. طب والله العظيم لو قلنا لمنا عليك عملت مع جارتنا سوسن. خش جوه يا بنتي يا ليلة الأدب. وهنا يا حبايب حموكشة الصعيدي تنتهي قصة حموكشة وسعدية، وإلى اللقاء في فيديو آخر من قناة حموكشة الصعيدي. ولا تنسوا المتابعة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك والشير وتعليق حلو زيكم كده. مع السلامة.